أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الرابعة من Live from Stuck to Aligned، وهي حلقتنا الأولى لل 2026. أهلا وسهلا فيكم بهالسنة الجديدة، بنتمنى أنها تكون سنة خير عليكم وسعادة وبركة وكل شيء حلو بتتمنوه. حلقة الليلة قريبة من القلب، وقبل ما نبلش فيها كمان بنحب نتمنى لكم كل الخير والقرب من رب العالمين بمناسبة الإسراء والمعراج. الله يتقبل طاعتكم. اللهم آمين. هالليلة أنا ومحمد رح ناخدكن برحلة كل الأهالي تقريباً عم بيعيشوها بهالأيام. واليوم معنا ضيفين مميزين جداً، رواد أعمال، زوج وزوجة، أب وأم، صلاح وريهام. أهلا وسهلا فيكن. اهلا أهلا وسهلا وسهلا عبير. بالجميع. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بعبير. إن شاء الله سنة خير وسلام على الجميع يا رب. طبعا بكل حدا معنا هلا على اللايف، خصوصا الأهالي، هالحلقة معمولة مخصوص لإلكم. اهلا وسهلا عبير، واهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا يا عبير، اهلا وسهلا يا محمد. مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده. تشرفنا في حضوركم، أهلا وسهلا. قبل ما نبلش، إذا أنتوا أهل عم تحضرونا اكتبوا لنا بالكومنت أب أو أم، ونحن بنعرف إنكم عم تتابعونا، ومنحب نخبركم إنه هالحلقة إلكن. رح أبدأ بشي صادق جدا. إذا عندكم أطفال ودايما حاسين بتعب، هيدا ما بيعني إنكم كسالى. وإذا حاسين إنه الدنيا عم تركض وإنتم مأخرين، هيدا كمان ما بيعني إنكم أخدتوا قرارات غلط. وإذا عم تعملوا كل شي صح بس ما عم تتقدموا، هيدا كمان مش ذنبكن. معظم الأهل اليوم للأسف عم يلعبوا لعبة ما حدا علمهم قوانينها. واليوم نحن مش جايين نعطيكم حماس وشعارات، لكن جايين نشرح لكم خياراتكم بوضوح وبهدوء وبصراحة. أكيد أكيد، وهون بحب أقول للجميع إنه هالموضوع عن جد مهم، لأنه لما الأهل يحسوا حالهم عالقين ما بيكونوا بحاجة لجمل تحفيزية، بيكونوا بدهم معلومة، بدهم يفهموا كيف المال، الوقت والاستفادة من التكنولوجيا بيشتغلوا فعلا، هلا ليقدروا ياخذوا قرارات واعية لعائلاتهم. ومثل ما قلت يا عبير، نحن ما تعلمنا كيف نستخدم العالم الأونلاين بس عشان نخلق دخل. هلا خلونا نسأل سؤال بسيط لكل شخص عم يحضر معنا الليلة: مين علمكم كيف تعملوا مصاري؟ هل هي المدرسة؟ هل هي الشغل؟ ولا اكتشفتوا إنه ما حدا علمكم أصلا؟ جاوبونا بالكومنت بكلمة واحدة. هلا أنا الخلل الحقيقي رح جاوب قبل ما يعطونا الكومنتس إنه أنا ما حدا علمني أصلا. بس أكيد ما حدا علمك؟ انتوا كده بتغششيهم. أكيد تعلمتي من نفسك، وأكيد في ناس بتتعلم من نفسها. هلا في مهارات كتير موجودة عند الناس، ممكن إنهم يتعلموا كيف يخلقوا الدخل تبعهم، بس ممكن إنهم يتعلموها أو ممكن هم يعلموا نفسهم فيها. بس هلا الخلل الحقيقي وين؟ إحنا تعلمنا نشتغل مقابل وقت، بس ما تعلمنا كيف نبني نظام. هلا نخلي تعبنا يشتغل معنا ومع الوقت بنفس الوقت. وعشان هيك احنا هون اليوم لنساعد الناس تاخذ قرارات مدروسة، ونفرجيهم افضل الخيارات الموجودة فعلا بالعالم الرقمي. طبعا صحيح محمد. وكرمال هيك معنا الليلة شركائنا الرائعين صلاح وريهام، يلي قرروا يبلشوا البزنس أونلاين، ورح يساعدونا ننقل الصورة بوضوح لكل الأهالي اللي عم يحاولوا يفتشوا على شيء يرفع مستوى حياتهم وحياة عائلتهم. أهلا وسهلا فيكم صلاح وريهام. اهلا وسهلا يا جماعه. طبعا قبل اي حاجه احنا كأب وأم يعني زي اي أسرة، همنا الاساسي ولادنا. وطبعا يعني بنفكر وبنشتغل وبنتعب عشان خاطرهم، ويعني وبنفكر ازاي نوفر لهم يعني استقرار وامان، مش بس مادي وانما نفسي، ونلاقي وقت نقضيه اكتر وقت معاهم، ونلاقي وقت لنفسنا اكتر مع بعض يعني. احنا مش اكيد جايين نحكي قصة خيالية ولا حاجة مثالية. احنا دايما يعني احنا بنحكي لكم واقع حقيقي حصل معانا احنا الاتنين. قعدنا نفكر وحسينا ان احنا في تعب على طول، وفي لحظة كده قلنا لنفسنا احنا مش هنكمل كده، مش هنفضل مكملين بالطريقة دي. يعني محتاجين ان احنا نشوف اي حل، لان فعليا الحياة ما كانتش مظبوطة. مش هنفضل في نفس الدوامه دي على طول العمر، يعني لازم نشوف حل. صحيح. يب. صحيح.
خلونا نرجع للحظة الحقيقية يلي مرقتوا فيها صلاح وريهام وقلتوا إذا ضلينا ماشيين بهالطريقة ما في شيء رح يتغير. شو كان عم بيصير بحياتكم كأهل بهالفترة؟ وقبل ما تعطونا الإجابة رح أسأل جمهورنا والناس اللي عم يحضرونا اليوم. خليني أعمل تصويت سريع، شو أكتر شيء ضاغط عليكم هلأ كأهل؟ هل هو الوقت؟ هل هو المصروف؟ هل هو الضغط النفسي؟ أو القلق على المستقبل؟ اختاروا وحدة من اللي ذكرتهم واكتبوه بالكومنتس. وبرجع هلأ لصلاح وريهام ليجاوبونا شو كان الوقت. عم بيصير. محمد فاز الوقت. متهيألي السريع كلنا. الوقت. لحظة شوي بس، يمكن كان لازم نحط all of the above. all of the above. الصراحه بالنسبه لي Absolutely. كله، انا الصراحه all of بالنسبه لي the كله above. all of the above. يعني 100%. يعني انا بالنسبه لي حسيت ان الايام عماله تجري بيا وطول الوقت بجري وراها ومضغوط في الشغل والتزامات وفواتير ومش لاقي حتى وقت اقعد مع ولادي، مش وقت لنفسي، مش لاقي وقت حتى لينا مع بعض. فقلت لازم نشوف حل. صح. وريهام انت شو رأيك؟ بصراحة كنت بحس ان احنا بنعمل اللي المفروض نعمله كأب وأم، بس دايما في حاجة جوانا حاسة ان في حاجة ناقصة. يعني في حاجة مش نقص فلوس بس، تحسي في حياة كاملة مش موجودة. دايما في نقص اختيار ونقص رؤية. يعني كنا حاسين ان احنا في حاجة ناقصانا، يعني احنا مش ماشيين صح. يعني بنعمل اللي علينا وحاسين ان احنا بنعمل اللي علينا بس مش ماشيين صح، في حاجة ناقصانا. بس فيعني وقفت مع نفسي وقعدت اقول يعني هنفضل يعني ماشيين كده لحد امتى؟ يعني هنفضل في نفس الروتين ده كل يوم، هنفضل في نفس الضغوطات دي كل يوم، نفس التعب، مفيش حاجه تتغير. فيعني انا بالنسبه لي طول اليوم بفضل بره البيت، يعني من ساعه ما بودي الولاد المدارس بفضل طول اليوم بره البيت، برجع وهم نايمين. ف... فقلت لا كفايه بقى لحد كده، مش هفضل كده طول العمر، لازم اشوف حل تاني. يعني اشوف وقت اقضيه مع ولادي بيكبروا ومحتاجيني معاهم، ومراتي كمان ليها حق عليا، لازم اشوف وقت ليها. انا فاكره اليوم ده كويس لما صلاح جه وقال لي انا شفت اونلاين بزنس، اعلان لاونلاين بزنس، وانا بصراحه يعني ابعت ايميلي من فتره وكبرت دماغي، بس النهارده شفت نفس الاعلان ده تاني فحسيت ان في حاجه بتندهلي. حسيت انها رساله من ربنا يعني. ايوه بيقول لي حسيت انها رساله من ربنا، ان يعني يمكن يكون ده الملجأ لينا او ده الحل للمشكله اللي احنا فيها. حسيته بلحظة صادقة. اكيد. قال لي انا حاسس ان احنا يعني فعلا محتاجين تغيير، وده حقيقي احنا كنا محتاجين تغيير. الحياه واخدانا دايما في دوامه الحياه، مطحونين طول الوقت، واحنا بنكبر واولادنا بيكبروا، يعني فيعني هنفضل يعني لازم نشوف لهم وقت ونكبر معاهم ونقرب منهم اكتر، يعني نلاقي حاجه تساعدنا انها يعني نقرب منهم اكتر ونعمل حاجه وهم في وسطينا، بدل ما احنا كل واحد في شغله. ولنفسنا كمان. يعني احنا وصلنا لمرحله ان نفسنا كمان ملهاش وقت. يعني انا يعني فعلا انت بتوصلي مرحله مش لاقي وقت لنفسك، يعني مش لاولادك بس، مش لنفسك كمان. وبحس دايما ان انت لو اصلا الاب والام مش مظبوطين نفسيا، انت ده بيأثر جامد اصلا مع اولادك. أكيد الأولوية كتير مهمة. أحيانا أولويات الحياة والمسؤولية بتاخدنا من شغلات اللي كتير ضرورية ومهمة، اللي لازم عن جد نسعى لها ونتبعها. بننخرط بظروف الحياة والمسؤولية كتير، بس الأشياء الضرورية الأبسط منها والأحلى ما فيها أحيانا بنبعد عنها، مش عشان إحنا بدنا نبعد عنها، لأنه المسؤولية هي أحيانا بتحطنا بمواقف معينة بتبعدنا عن الأمور الأساسية بالحياة. صحيح. واللي لفت نظري محمد بحكي صلاح وريهام هي نقطة بتمنى الكل يسمعها كتير منيح. هن ما بلشوا البزنس لأنهم مضطرين، لاحظنا اللي حكيوه، يعني هن بلشوا لأنهم كانوا واعيين. الأويرنس، لما نحن ننتبه شو في عنا مشكلة بحياتنا وكيف فينا نحلها، هيدا وعي. الوعي هو أول خطوة بأي تغيير حقيقي. نحن ما بنبني خيمة أو ملجأ وقت حدوث العاصفة، بنبنيها قبل العاصفة. أكيد عبير. هون كتير ناس بيخافوا عبير، لأنه بس يسمعوا بزنس أونلاين يعني بفكروا فورا للأسف إنه هاي هي الفكرة اللي دائما براسنا، إنه نصب، هرم، مخاطرة. الخوف إشي كتير طبيعي، خصوصا لما بنمر بتجارب غلط. بس الخوف لحاله ما لازم يمنعنا إنه نفهم. هلا خلونا بس نهدى شوي ونشرح الصورة صح وبصراحة. هنا
مين منكم أول ما سمع بزنس أونلاين حس بالشك؟ أعطونا thumbs up and down بالشات بليز. انا بالنسبه لي الصراحه يعني اول فكره كانت مغلوطه بالنسبه لي كانت ان اي نظام اونلاين بيزنس انه نظام هرمي وانه نصب. وخصوصا ان انا قبل كده يعني لما كنت في مصر قبل كده دخلت في بيزنس اونلاين وبعد ما بدات فيه اكتشفت ان هو نظام هرمي، وان أكيد القيمه يعني ازاي يعني. اول ما بدات اتطلب مني مبلغ كبير جدا، ولما دفعت المبلغ ده عشان استثمر فيه، لان اي بزنس بتبدا فيه لازم تستثمر بمبلغ معين، فالمبلغ اللي دفعته في البيزنس دوت كان اكبر بكتير من قيمه الحاجه اللي انا خدتها، كانت لا تسوى شيء من قيمه الحاجه اللي انا خدتها، من قيمه الحاجه اللي انا يعني خدتها في الشركه يعني. أكيد يعني بأبسط صورة ممكن نحكيها صلاح، إنه إحنا بنستخدم نموذج عمل بيشبه نظام الفرانشايز، صح؟ هلا مهم. إحنا هذا اللي بنفهمه، إنه مثل لما تفتح مطعم ناجح أو شركة معروفة، الفرق إنه بدل ما أنت محتاج مبلغ استثمار موصل 200,000 أو 300,000 بالمبالغ العالية، أها. تأخذ عنا بالبزنس رقم تجاري، موقع إلكتروني خاص فيك، نظام جاهز بيساعدك تدير شغلك بالخلفية، ومنتجات جاهزة لمشروعك. يعني تقريبا 70% من الشغل جاهز. هلا الدور اللي عليك انك بس تتبع التدريب وارشادات المدربين، مع الالتزام والتصميم النتائج رح تيجي. يعني اكيد. هلا انت احنا ما عم نطلب من حدا انه يخترع بزنس من الصفر، انت عم تطلب انك تتعلم كيف تستخدم نظام موجود ومجرب. ف هلا بالنصب المصاري بتتحرك بدون قيمة، وبالنظام الهرمي ما في منتج حقيقي. اما بالنموذج تبعنا في منتجات، في انظمه، في تدريب، وفي دعم حقيقي دائما موجود عنا. وفي شغله ممكن الناس ما بتحب تسمعها، انه بس هي الحقيقه. هلا الوظائف هرم، الشركات هرم، بس الفرق انه بمعظم الانظمه تعبك بضل تحتك. بهالنظام تعبك بتراكم، بالنظام اللي عندنا فعلا تعبك بتراكم، لأنه بيركز على العقلية وبيركز على التطور. هلا السؤال مش وين انت بتتعب، السؤال لمين عم تبني. مهم. صح. انا لما صلاح جه، وعلى فكره من الحاجه الحلوه قوي في النظام بتاعنا، يعني انا فاكره لما صلاح قال على موضوع الاونلاين بيزنس، اول حاجه قلتها له لا يمكن نعرف نعمل ده، لان كنت متخيله ان الاونلاين بيزنس ده حاجه معقده جدا احنا مش هنعرف نعملها. بس زي ما محمد قال، انت في تدريب وفي سيستم ماشي. انت يعني هو يعني انا كنت متخيله ان احنا لازم نستنى وقت مناسب، بس هو فعلا مفيش وقت مناسب هيجي لو فضلتي مستنياه. فالنظام فعلا بيكون مترتب في سيستم، ده بيفرق جدا. وعلى قد ما بتتعب وعلى قد ما تبذل مجهود بتكون انت الوحيد المستفاد مش حد تاني. 100% صحيح صحيح. أنا كمان بحب كون واضحة هون، لأنه الوضوح بشيل الخوف. بالنظام الهرمي دايما كل شيء بيسقط وبيفشل، لأنه ما في منتج حقيقي، ما في زباين من برا، ما في بنية طويلة الأمد. بينما النموذج اللي عم نحكي لكم عنه هو في كل المذكورين، هو منتج حقيقي، في زبائن، ناس بتساعدون، وكل شيء قانوني عالمي خاضع للضرائب ومنظم. أكيد، وهذا هو الحلو بالموضوع، إنه إحنا خاضعين لنظام عالمي منسق مرتب، فيه كل الأدوات اللي أي شخص بيحتاجها على أساس إنه يقدر يبلش هذا البزنس. هذا البزنس يعني الطريق الوحيد إنك تنجح فيه إنه يكون عندك الاستمرارية والقابلية إنك تضلك تتعلم. وغير هيك رح الأمور تصعب عليك، لأنه إذا ما كان عندك الإرادة والتصميم إنك أنت تكمل بهذا البزنس، صعب إنك أنت رح تكمل. ولازم العقلية تكون جدا صحيحة، إنك تدخل بعقلية شخص بده يشتغل ويتعب، مش بعقلية شخص إنه بس بده يدخل يجرب. لأنه إذا دخلنا بعقلية التجربة رح الطريق تكون صعب كتير علينا وما رح نقدر نكمل. أما إذا بدخلنا بعقلية إنه التطوير ونظام
واستقلالية بشغل عن طريق المتابعة والتطوير، ساعتها رح نقدر نكمل بهذا المجال. صحيح. صلاح وريهام، بحب اسمع رأيكم بالموضوع. انا الصراحه يعني اكتر حاجه طمنتني وكانت واضحه من الاول ان في منتج حقيقي وفي نظام شغال وفي ناس حقيقيه بتنجح في البيزنس ده، ومفيش وعود سريعه بالنجاح يعني عليه. يعني كل حاجه بالتدريب وكل حاجه بالمجهود والنظام هتستفاد اكتر. وان الفرق بين النظام بتاع يعني الفرق بين النظام بتاعنا والفرق بين اي نظام هرمي ان دايما الناس القديمه هي اللي بتكسب اكتر من اللي لسه بادئين بيزنس جديد. اما احنا عندنا في النظام بتاعنا انك ممكن تكون لسه بادئ بيزنس جديد وبمجهودك وبتعبك يعني بتقدر تكسب اكتر بكتير من لو حد بدا قبلك يعني وما بذلش مجهود كويس وما اهتمش بالبيزنس بتاعه يعني. والفرق الكبير ان فعلا في النظام بتاعنا كل حاجه مدروسه. يعني انت بتشوف الويبينار، بتعرف كل التفاصيل، بتعرف الارباح، بتعرف النتائج النجاح اللي انت هتحققه بكل خطوه. يعني هي خطوات مدروسه. بتعمل كوتش كول، بتطمن جدا بعد الكوتش كول لان انت بتلاقي نفسك بيترد على كل اسئلتك. اكيد. كل المخاوف اللي في دماغك من شخص زيه زيك بالظبط، هو نجح اصلا اوريدي، فبترتاح. يعني بتاخد القرار وانت مرتاح. صحيح، معكم حق. جوابكم كان كتير حلو. بتمنى كل العالم اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا من كل الاشياء الحلوة اللي شاركتونا اياها، لانه القرار بكل بساطة ما بده وقت اكتر، بده معلومات اكتر، والمعلومات بعمرها ما كانت خسارة. اما الجهل بالمعلومة دايما ثمنه غالي. انا بدي اخذ رأي محمد بهذا الموضوع. هل بدنا يقين لناخذ الخطوة الجاية؟ أنا بحكي إنه ما بدنا يقين لناخذ الخطوة الجاي، بدنا بس فضول إننا نتعلم، ويكون عندنا الإرادة إننا نتطور، ويكون عندنا القرار الصحيح إنه بدنا نشتغل على حالنا ونتعب بنفسنا. أكيد. البزنس والتقدم ما رح يجي من نفسه. إذا الإنسان ما اشتغل وما تعب على نفسه وما حط خطة مدروسة محكمة قدامه، ما رح ينجح. أما إذا الإنسان مشي بيقين إنه هو رح ينجح، وكان عنده الإيمان إنه هو رح ينجح داخليا، معناته هو رح يوصل. ومع السيستم الموجود عندهم ومع التقنيات الحديثة اللي احنا بنتبعها، الناس رح توصل 100%. شكرا محمد، شكرا